الفيديو الذي انتشر عبر نطاق واسع للصحفي حميد مهداوي للجنة الأخلاقيات وهي كتناقش القضية ديالو، ولكن مع أسفات لأن اللجنة الأخلاقيات كتناقش بذاك الأسلوب وهي سميتها لجنة الأخلاقيات. ملي كتسمع دين مو، ملي كتسمع كلام نبي في جلسة عملية، هنا وأتأسف. عاد عرفت علاش الواقع ديال الصحافة المرير عندنا وصل الحضيض حتى لهاد الدرجة. عاد عرفت بأن اللجنة ديال الأخلاقيات اللي كترعى الأخلاقيات ديال الصحافة هما هاد الناس هادو. بطبيعة الحال ملي انتشر الفيديو عبر نطاق واسع، هاد اللجنه اضطرت للجوء للقضاء ضد مهداوي. انا بغيت نطرح واحد العلامه ديال الاستفهام ونسول السيد الوزير العدل عبد اللطيف وهبي. نهار قال لنا بان لا كان لقيتوا الفساد عكروا لي السي عبد اللطيف وهبي. شنو هو هادشي؟ يقال كما قالت هذه اللجنه الاخلاقيات بان الفيديو مفبرك وبان الكلام ماشي ديالو وبان تركبات كلمات على كلمات وبان المقصود ماشي هو المعني بالامر. حنا غنديروا حميد المهداوي ماشي هو المقصود مثلا في هذا الفيديو، مثلا ماشي هو نديروه ماشي هو، مع العلم انه قالوا راه هو ما عنده 5 سنين، ما عندوش حاله العود، والصحفي سماوه الفلاني ونطقوا واحد الكلم قدحي ما نقدرش نقولوا قدامكم. شنو غادي تقولوا؟ واش بهذه الطريقه في اللجنه الاخلاقيات كتناقشوا المواضيع ديال الاخلاقيات ديال الصحافه عندنا في المغرب؟ نقدروا نكونوا ماشي مع المهداوي ولا مع المهداوي ضده، دار شي حاجه حبسوه، ما ديروش لي مثلا بحال هذه الحاله هذه، والله العظيم حبسوه، ما ديروش لي هذه الحاله هذه. كل نهار شكايه، كل نهار ملف في شكل، كل نهار قضيه في شكل. علاش نتفقوا مع المهداوي ولا نتخالفوا معاه؟ وي، ولكن هذه قضيه راي عام كلنا خصنا نهضروا فيها. زعما المهداوي غلبكم، راس مالو تليفون، قناه في يوتيوب، واحد الاستوديو عادي، زعما غيدير هاد البلبله هادي كامله، يستحق هاد الزوبعه وهاد. راه بزاف الاخوان، راه بزاف. حنا في انتظار ما ستسفره عنه التحقيقات. انا كنقول مثلا الوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الا كنت يا ودي غتقول الفساد لقيتو عكرويه، حنا لقيناه. السيد عبد اللطيف وهبي، حنا الفساد راك عارفوا بانه متجدر وبانهم بالعكس مدايرين حصون محصنه باش كيحميو نفوسهم، ولكن بالاولى وبالاحرى ملي تصرف بهذا الفيديو هذا كانت خاصه دار تحقيقات مع هاد الناس. واش هما ماشي هما، واش هضرتهم ماشي هضرتهم، واش هما اللي كانوا في الاجتماع ماشي هما اللي كانوا في الاجتماع، واش بالفعل قالوا ذاك الكلام ولا ما قالوش ذاك الكلام، واش على حميد المهداوي ولا ماشي على حميد المهداوي. هنا غنفتحوا القوس، من يحمي هاد الناس؟ شكون اللي عنده الصلاح والاساس بانه يحمي هاد الناس ويخلي عفوا بين قوسين هاد الفساد الاعلامي اللي ولينا كنعيشوه في المجتمع ديالنا يتجدر عندنا في المجتمع لدرجه ولات عندنا الشبهه الفضيحه، ماده دسمه كيسميوها ماده اعلاميه، واناس تكتب المقالات وتفصل وتخطط وكيديروا مناظرات وكيديروا برنامج حواريه في موضوع تافه. علاش خدوج قامت بالتبول بجنب الحائط؟ كيفاش وعلاش وهادي وكيجيبوا ناس وكيناقشوا بطريقه اكاديميه وبزاف ديال الحوايج. فالاخوان كنطالبوا من الجهات المعنيه بانها تفتح تحقيق، ماشي انصاف المهداوي وماشي ضد المهداوي، بل من اجل انصاف الحق، حيت بالفعل الا كانوا هاد الناس على راس لجنه الاخلاقيات اللي قالوا ديك الهضره دير مو، انا بغيت عام راه عاطينو ليه بطاقه غنحيدوها ليه، فيديو كيربح منه 75,000 درهم وبواحد الطريقه. اش غادي نقول لك؟ المقاهي عفوا واعتذر على هذا التعبير المجازي، المقاهي ديال كارطه وديال تيرسي كنظن من الاصدقاء ملي كيكونوا لاعبين مع بعضياتهم ما كيقولوش هذا الكلام هذا.